السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ حلقة جديدة من حلقات اللهم صل وسلم بارك على سيدنا محمد. يا سلام على طبق اللولاس باللحمة والطبق المخلل والرز الابيض، يا سلام. يلا بينا اوريكم الطريقة بتاعتي. عايزة اقول لكم ان كل شيخ وليه طريقة. ناس كتير بتطبخ اللولاس او القلقاس بطرق مختلفة. في ناس بتعمله اخضر، في ناس بتعمله احمر، في ناس بتحمر السلق، في ناس بتسلق السلق. كل واحد سبحان الله وليه طريقة في اكله. عايزة اقول لكم ان انا بعمل ايه بقى. انا باخد السلق، اخد بس الورق بتاعه واغسله كويس، وبعدين اسلقه. وبعد ما بسلقه بضربه في الخلاط، مش بحمره. اللي بحمره ايه؟ بقشر توم كتير واقطع الكزبرة واقوم فرمها مع الثوم، اقوم فرمه الكزبرة مع الثوم. دي طريقتي، هتشوفوا دلوقتي واحدة واحدة طريقتي. يمكن دي الطريقة اللي انا بحبها جدا واتعودت عليها. يعني طلعت لقيت ماما بتعملها كده، يعني اتعلمت من ماما طريقة اللولاس دي، فهي دي الطريقة بتاعتنا. معايا اللحمة بقى، انا بحب اعمله جدا بشوربة اللحمة، ماليش في شوربة الفراخ، يعني مش بحب اعمله بشوربة الفراخ. اللحمة برضك كل واحد وليه طريقة. انا ساعات بسلقها على طول، وساعات بحمرها كده لحد ما تسلي، لو فيها حتت من الدهون او السمين بتاعها او الدهن بتاعها بيسيح كده. وبعد ما بتتشوح كويس جدا بقوم حاطه عليها ميه مغليه. طبعا زي ما انتم شايفين بخلص المواعين، بشطب الحوض اول باول وبقلب اقلب حبه واشطب حبه. كده عايزه اقول لكم ان الدهون بتاعت اللحمه بتسلي في الحله، وما تيجي تحطي الميه المغليه وبعدين تستوي اللحمه، لازم اللحمه تبقى طريه كده، بالذات لما تكوني حطاها في الخضار. عايزه اقول لكم انا بحب برضك الطريقه من الطرق، يعني اللي بحبها بتبقى الشوربه تقيله وطعمها حلو جدا جدا. همسك بقى معلقه واطلع ايوه الريم دوت اللي على الشوربه كده. بتبقى تقيله، وما اجي اعمل بيها اللولاس او اعمل بيها الباميه الويكه بتبقى جميله. او حتى لو مش هعمل بالشوربه خضار، بتبقى الشوربه تقيله كده وبتبقى حلوه وطعمها جميل جدا كده زي ما انتم شايفين. لو الميه نقصت وانتي بتسلقي، تزودي ميه سخنه من الكاتل، يعني تبقي عامله حسابك وغاليه ميه في الكاتل وتزودي. حطيت فيها بصلايه شويه ملح صغيرين. هبتدي بقى هجيب حله وهقطع الورق بتاع السلق. طبعا في ناس بتقطعه وبتسلق بتحمره مع الكزبره والثوم. دي برضك طريقه مش وحشه، طريقه حلوه، بس انا كل واحد وليه طريقته، يعني هو بيعمل الطريقه اللي بتعجبه بيرتاح فيها. وعادي يعني ممكن اجرب الطريقه التانية، بس ما اعرفش، يعني مش ما عملتهاش قبل كده، بس ما عنديش مانع ان انا اجربها يعني. بس انا بحب الطريقه دي جدا، وبيفضل اللقاس اخضر كده وحلو وشوربته خفيفه كده، لان انا بحب شوربته خفيفه، ما بحبهاش لزجه. انا بقطع كده الكزبره، بقطعها ناعم جدا واحطها في الطبق علشان افرمها مع الثوم. برضك اللولاس في ناس كتير مش بتغسله، بتمسحه، عشان بتقول ان الفايدة بتاعته في المادة اللزجة ديت ولو اتغسل والمادة دي راحت بتروح فايدته. انا ما اعرفش اكله نهائيا بدون غسيل، حتى لو في فايدة. حتى لو هغسله ما فيهوش فايده، لا، ما انا ما بحبش كده، ما اعرفش، يعني ما اعرفش اكله كده. لازم يتغسل، ولازم الشوربه تكون خفيفه، مش سميكه، لان الماده اللزجه بتاعته ديت بتتخن الشوربه، بتخليها تخينه. وانا لو الشوربه تخنت فمش هعرف اكله يعني.
فانا لازم 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 ضروري ان انا اغسله، واغسله كويس جدا. ده انا بغسله بالملح وبالميه السخنه يعني عشان الماده اللزجه دي تنزل. سبحان الله، ما اعرفش بقى فيها فايده ما فيهاش فايده، انا ما حتى لو فيها فايده مش هقدر اكلها. ادي القطاعه، وجبت القلقاس. بقطعه كده حلقات علشان اعرف اقشره، عشان ما يتزحلقش مني، لان آه، اللقلقاس صعب جدا في تقشيره وفي تقطيعه، لان سميك يعني الواحده بتبقى ناشفه وسميكه. لما تيجي بقى تشتري قلقاس، يا ريت لو هتجيبي كيلو يا ريت تجيبي 1 كيلو، لو هتجيبي كيلو ونص يا ريت تجيبي 1 كيلو ونص، لو هتجيبي كميه نقي اللي هو يا ريت الحجم يكون سوا واحد، يعني الحجم يكون زي بعضه. ما تجيبيش واحدة كبيرة واحدة صغيرة، لا، عشان السوا، لان ممكن واحدة تستوى والتانية لا. فهاتيهم، يا تجيبي واحدة لو هتعملي كمية صغيرة، يا تجيبي الاتنين مقاس بعض. ما تجيبيش حاجة كبيرة وحاجة صغيرة، عشان بس ايه، ميبقاش واحدة استوت واحدة نايمة. هقطعه دلوقتي زي ما انتوا شايفين، هقطعه صوابع زي اكني بقطع بطاطس، وبعد كده هقوم مقطعاه مكعبات صغيره براحتك، الحجم اللي انت عايزاه. انا بحب اقطع مكعبات صغيره عشان ما يبقاش وانا باكله ما احط معلقه القلقاس في بوقي ما يبقاش كبيره كده يعني. والعيال تقل، انا بحب احطه على الرز كده وباكله، بيبقى جميل، احبه مع الرز الابيض، بصراحه اكله تحفه. المتابعه اللي كتبت لي وقالت لي عايزين طبخ، ادي النهارده عملت لكم طبخه واكله ايه اهو. شايفين بقى ده الحجم. هجيب بقى الهون وهجيب التوم. لا، ده انا هعمل عندي عندي شوية فلفل احمر كانوا في التلاجة ومكسلة اعملهم، فقلت وانا واقفة بقى بعمل الاكل اعملهم هريسة. بجيب الفلفل الاحمر واغسله، وبعدين اقطعه واضربه في الكبة بشوية ملح، وبحطه في برطمان. هلبس بس الجلافز علشان حامي جدا جدا. بحب بقى مع الخضار، وانا بعمل الخضار الاحمر زي البامية زي اللوبيا، الخضار الاحمر كده، اقوم حاطه معلقه البتنجان المخلل المسقعه، تحفه. بحط معلقه كده من الفلفل الاحمر، جميل يعني. البرطمان هتشوفوه دلوقتي حلو، بحطه في التلاجة بس عشان ما يبص منك. بعد ما تحطيه في البرطمان بتحطي على وشه زيت عشان ما يبص منك ويفضل معاكي مدة طويلة جدا. ولو انتي عاملة كمية كبيرة بتحطي برطمان في التلاجة من تحت على قد استخدامك، وبعدين الباقي بتفرزيه وتحطيه في الفريزر. شايفين؟ هحط بقى من على الوش الزيت اهو، يقعد معاكي كتير. وادي القلقاس بعد ما غسلته كويس جدا نزلته بقى الشوربه، كانت اللحمه بقت زبده استوت. وادي بقى السلق بعد ما سلقته وضربته في الخلاط. هجيب بقى التوم واقوم فرماه ناعم جدا جدا. بعد ما افرمه ناعم جدا بصفي التوم، دي العصاره بتاعت التوم لازم احطها، بتدي تيست عالي جدا جدا للقلقاس، حلوه قوي يعني. بعد ما بتنعمي التوم تفرميه كويس جدا بتعصريه، بتاخدي الميه بتاعته وبتحطيها في قلب اللقاس وهو بيستوي، وبتاخدي كمان معلقه من التوم والكزبره اللي انتي فرمتيهم نيين كده وبتحطيهم في اللقاس. شايفين بقى اخضر وايه، يا سلام، تحفه تحفه. يا سلام على الريحه، اكيد انا متاكده انك شامين الريحه، الله الله الله. الريحه تحفه، ريحته جميله جدا جدا، الله الله. بجد بجد حلة القلقاس تفتح النفس بجد. ما جعتوش؟ اكيد جعتوا. حتى لو لسه واكلين جعتوا. منظر منظر الحلة يشهي يجوع. يا سلام، جميل. يفضل بقى اخضر كده ويفضل حلو كده وطعمه سكر، جميل جدا. انا طبعا من الاكلات الشتوية اللي انا بعشقها يعني. ودي طبق اللقاس باللحمة، وادي الرز الابيض، وكمان طبق المخلل اللي انا عملته معاكم في الروتين بتاع المطبخ. يا سلام يا سلام، تسلم ايدك يا نوجة.
ما تنسوش بقى لو الحلقة عجبتكم ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ولو اول مرة تشوفي القناة بتاعتي ما تنسيش تعملي سبسكرايب. عايز اقولكم بحبكم جدا جدا جدا، واستنوني في حلقات تانية كتير، واقول لكم باي باي.